اترفضت في التدريب او اترفضت في تدريب طبعا ده اكيد، يعني ده اكيد متضايق من ازاي حصل كده وازاي اختاروا ده وكده ده. بس الفكره ان انت كل واحد ربنا كاتب لك نصيب، انت نصيبك ده هيجيلك في الاخر، وممكن انت ليك فرصه ربنا عامل لك حاجه احسن بكتير جدا من الحاجه اللي انت مثلا قدمت فيها واترفضت دي. انت ممكن تلاقي مثلا فرصه قدام، هل ده معناه مثلا ان انا مش هتقبل في الشغل قدام؟ لا، هتتقبل عادي، مش شرط. عادي، كل ده توفيق من ربنا، ربنا كاتب لك نصيب هو هيجيلك. طب انا الفكره ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني هل انا المفروض اعمل ايه؟ اولا شوف، لو انت عندك مشكله في السي في فانت محتاج تظبطها. ثانيا، لو انت تبدا تطور نفسك، تاخد كورسات، دي اهم بكتير من التدريبات. التدريبات مهمه بس كورسات ان انت تطور من نفسك، سواء في حاجات كتير زي انجلش او في حاجات كتير جدا، او كورسات ليها علاقه بالكمبيوتر والام او اس. حرفيا حد هتفرق معاك جدا، فانت لازم تبدا تطور من نفسك دلوقتي، وما تستسلمش للحاجات اللي بتحصل دي. ففولو وشير لصاحبك اللي اترفض معاك في التدريب. انا مش بذلك والله.